أهلا وسهلا بكل مشاهدينا في كل مكان. لا صوت يعلو فوق صوت حلم المونديال. إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة 9 كلنا نقول لكل المصريين مبروك، مصر في كأس العالم. وفي حالة التعادل أمام منتخب بوركينا القوي هنكون قربنا من الحلم بنسبة 95%، وده طبعا بعد الفوز التجاري الصعب على المنتخب الإثيوبي المتواضع بركلات الجزاء. كلنا زملكاوية، أهلوية، إسماعيلوية، ما نفكرش في انتمائنا ونفكر في حاجة واحدة بس، إن مصر فوق الجميع، منتخبنا الوطني المصري نقدم ليه كل الدعم، دعمنا للمدير الفني العميد، دعمنا للاعبين، دعمنا أيضا للجمهور المصري. شفنا إخفاقات وشفنا سلبيات، ودايما النقد البناء محدش يقدر يمنعنا طالما نقد إيجابي لصالح منتخبنا الوطني. شفنا انتقادات على مستوى الجمهور، كتير قالوا إن أداء المنتخب مش هو ده الأداء اللي هم عايزين يشوفوه، مش عايزين يشوفوا مكسب بركلات الترجيح، مش عايزين يشوفوا ده، مش عايزين يشوفوا إخفاق في الاختيارات، عايزين يشوفوا مباراة تعجب الجمهور المصري. كل ده طبعا احنا هنعرفه النهاردة في حلقتنا بشكل موسع وبشكل كبير. في كمان نقطة حابة ان انا اتكلم فيها تخص كابتن خالد الغندور، الإعلامي الرياضي. انتشر على السوشيال ميديا وكلنا شفنا حلقة بالأمس لإعلامي وكان معاه مدير رياضي سابق بالنادي الأهلي، لما اتكلم على لاعب نادي الزمالك خوان الفنا، وقال إن هو لاعب يعني عنده سرعات عالية وإنه لاعب جيد، وشبهه بكابتن خالد الغندور. قال بس يفرق عنه إن كابتن خالد دمه تقيل. طبعا للأسف كل الضيوف اللي كانوا حاضرين في هذه الحلقة يعني صدر منهم إن هم قعدوا يضحكوا. طبعا التصرف ده تصرف يعني يزعلنا كإعلاميين ويزعلنا كمصريين ويزعلنا اما نسمع ده على لاعب زملكاوي اعلامي بنكن ليه كل الاحترام والتقدير. وشفنا كلنا كابتن خالد الغندور كتب على صفحته بعد الحلقة وقال شكرا لكل اللي ضحكوا عليا في الحلقة، وكان تركيزه أكتر على كابتن طارق السيد، ولأن طبعا كابتن طارق معروف بانتمائه الزملكاوي فما كانش ينفع طبعا إن هو يشارك في اللي حصل ده. ليك مطلق الحرية، ليك رأيك إن أنت تعرضه، ولكن يبقى السؤال: ليه البرامج الرياضية تحولت لساحات يعني عمل التعصب وعمل الفتنة، وإن احنا نزعل اللعيبة ونزعل الإعلاميين مننا؟ عمر ما كانت الشاشات أو القنوات أو البرامج الرياضية هو ده الغرض منها. الرياضة أخلاق، فياريت نرتقي بالبرامج علشان محدش يزعل مننا في النهاية. طبعا هيكون عندنا الفقرة الجاية الفقرة الحوارية، بس أنا حابة قبل ما نبدأ فقرتنا حابة أن أنا أكلمكم عن الضيف اللي هينورني في الفقرة الجاية. ضيفي النهاردة ضيف زملكاوي كبير، هو دينامو وجوكر جيل التسعينيات التاريخي. بدايته كانت في نادي المقاولون العرب،
ثم التحق به الفارس الأبيض وحقق من خلاله بطولات وإنجازات من دوري لسوبر لإفريقيا، وكان أحد أهم أعضاء نادي الأحلام الزملكاوي. مش بس كده، هو كمان عمل كمدرب، وكان ده في قطاعات الناشئين داخل نادي الزمالك. ضيفي وضيفكم النهارده كابتن عصام مرعي، انتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وضيفي وضيفكم ولأول مرة في برنامج الترند كابتن مصر والمقاولون العرب ونادي الزمالك الأسبق كابتن عصام مرعي. أهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا بيك يا استاذ شيرين، وسعيد بوجودي معاكي وعايز اقول حاجه بس مهمه. بتابعك جدا وبتمنى لك كل توفيق. تابعتك في فيديوهات كتيره جدا وانت خط دفاع قوي جدا للكيان مش الاشخاص. ساعات الاشخاص بيبقى عندهم اراء وعندهم افكار، الواحد بيبقى بيعجب بيها وبيتحيز ليهم بشكل كبير جدا، وفي آراء تانية بننتقد فيها، ولكن الانتقاد بيبقى للصالح العام، وبنحاول يبقى التعديل المسار بشكل كبير جدا، ولكن مش انتقاد بيبقى فيه هدم او انتقاد بيبقى فيه تجريح. انا عاجبني ده كويس قوي، دي من الاسباب اللي خلتني ان انا ابقى موجود معاك النهارده، لان ان شاء الله نعمل حلقه قويه باذن الله عشان نوضح حاجات كتيره على الساحه بشكل كبير. في حاجات هنقدر ننتقد فيها، لكن هنبتدي نوضح للناس حاجات معينه طبعا خاصه في السوشيال ميديا، وحاجات خاصه بالاهلي وبالزمالك وبالدوري المصري وبمنتخب مصر. طبعا دي شهاده اعتز بيها من كابتن كبير زي حضرتك. طبعا في البدايه اكتر ترند موجود معانا على الساحه الرياضيه المنتخب الوطني المصري والعميد حسام حسن. شايف ايه المنتخب؟ شوف يا استاذ شيرين، انا ليا وجهه نظر في موضوع مصر. اول ما بنتكلم على مصر في اسم مصر يبقى كل الناس لازم كلها تبقى، ما فيش حد اعلى او اقوى من مصر او يبقى في انتقاد طول ما مثلا حسام حسن اسم كبير قوي واسم كلاعب كبير جدا وكمدرب كمان. نتفق نختلف في المدربين، مفيش حد الكمال لله في المدربين، عندهم ايجابياتهم وعندهم سلبياتهم، لكن الكابتن حسام حسن ومعاه الكابتن ابراهيم والجهاز المعاون كله بالكامل بيقودوا منتخب مصر، يبقى كل مصر ورا الكابتن حسام حسن. لكن شايف على الساحه في بعض علامات الاستفهام، مش يعني شايف في البرامج او في التحليل، لا ما يبقاش كده، بحس ان في حاجه فيها شخصنه، وانا مش حابب الشخصنه، لان انت بتتكلم على اسم ونجم كبير جدا، عندنا حلم. يعني انا سمعت برضو من نجم كوره بيقول المجموعه سهله والمجموعه عاديه جدا، ودلوقتي بقى اي حد ممكن بيوصل كاس عالم، فما بقاش حلم. لا، الكلام ده انا دلوقتي لما بتفق مع رئيس اتحاد الكوره بتبقى في نقاط محدده وواضحه بالوصول لكاس العالم، وفي نفس الوقت في كاس الامم الافريقيه ان انا اكون منافس قوي، منافس يبقى رقم واحد. لان انا كمان لما بنافس على بطوله افريقيا، احنا من 2010 لحد احنا 25 او 15 سنه احنا مش موجودين، لكن ما يبقاش في اراء من مسؤولين كبار في ان حسام حسن لو ما حصلش على بطولة أفريقيا هيقال لا، هنا في تربص بالكابتن حسام حسن وبالجهاز الفني. لا، ده أنا الفترة دي لابد كل الدعم يبقى في أفكار وآراء إيجابية في إن إحنا بنساند الكابتن حسام حتى في كأس الأمم الإفريقية لو حصل أي تعثر ولا حاجة، لكن هو مستمر لأنه وصلنا لكأس عالم، فلازم يكمل كمان في كأس عالم، لأنه هو من النجوم الكبار والمدربين. لازم تكون في كلام كله بيبقى كله فيه بناء، وكلام كله فيه طاقات ايجابيه، وكلام كله بيدي معنويات قويه جدا ودوافع قويه للجهاز الفني. لكن تستشعري في ان الجهاز الفني وهو شغال هم دايما بيبقوا حماسيين على الخط، ودي طبيعتهم حتى لما كانوا لعيبه، لكن في نفس الوقت هم عندهم احساس داخلي في ان في تربص من مسؤولين.
الامور دي لازم توضح، والامور دي لازم تحط النقط على الحروف فيها، ولازم تكون النوايا صافيه، لان النوايا من مسؤولين لو مش صافيه الدنيا مش هتمشي كويس على فكره. بس موضوع النوايا والمسؤولين ده اعتقد برضو ملوش علاقة باختياراتهم اللي احنا شفنا فيها برضو علامات الاستفهام. لا، الاختيار دوت بيبقى اختيار، ممكن بيبقى مطلب جماهيري، او ممكن يبقى اختيار تكليف من من مسؤولين كبار قوي، في ان حسام حسن لازم يكون هو على راس الاداره الفنيه للمنتخب المصري. وعلى فكره مفيش اي علامات استفهام. بتكلم على اختيارات اللاعبين كمان. اختيارات اللاعبين وجهات نظر، ولكن هو ماشي، انا ماشي كويس، انا ماشي اول مجموعه بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو عند وقتنا هذا، بالحسابات بالورقه والقلم منتخب مصر ماشي بشكل كويس. علامات الاستفهام او الاراء اللي موجوده في المنابر كلها او في الاستوديوهات كلها ان الاداء مش مقنع، ان التشكيل فيه بعض لعيبه مش المفروض ما تبقاش موجود. كل الحاجات دي كلها انا بتركها للمدير الفني. المدير الفني هو حر يختار زي ما قلت، لان في النهايه انا هحاسب المدير الفني. ممكن انا وانا بنتقد كمان يبقى النقد بناء، يعني لو حسام توصل له رساله يقدر يعدل بشكل كبير جدا، لان اللي بيكلموا نجوم كوره كبار جدا ومدربين فيقدروا يوصلوا ده بشكل كويس جدا. لكن لازم يبان في الاستوديوهات كلها، كل لعيبه الكوره او كل اللي موجودين في الاستوديوهات كلها لازم يتكلموا على المنتخب المصري بشكل احسن من كده، وباكد حط 100 خط احسن من كده. لاني انا مش على مستوى العالم في الكوره كلها بتلاقي الفرق بتاخد بطولات وبتوصل لنهايات كل الكلام ده، لكن الاداء ما بيبقاش بنسبه 100%، لكن في نفس الوقت الاهداف بتتحقق بشكل كبير جدا، وفي النهايه بنفتكر البطولات وبنفتكر الانجازات اللي حققتها الفرق الكبيره والمنتخبات الكبيره. مباراة بوركينا فاسو هتكون إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم. إدارة المباراة لو تمت بنفس الطريقة بتاعة المنتخب الإثيوبي هتكون النتيجة عاملة ازاي؟ يعني احنا فوزنا 2-0 بركلات الترجيح. شوفي، بيبقى عند اللعيبة أو في التشكيلة بتاعة اللعيبة، شفنا خالد صبحي مساك بيلعب برجليه الشمال ودافع بيه حسام حسن. على فكرة بيبقى إحساس برضو الواحد بيبقى فيه شغف في الوجوه الجديدة. يعني لما يكون عندك عناصر خبرة منتخبات كبيرة وانت بتلعبي تصفيات كاس عالم وكده، لازم تكون عناصر خبرة تكون كتيرة وموجودة بشكل يقدروا يصنعوا الفارق ويقدروا يتعاملوا مع المباريات الكبيرة. اللعيبة الكبيرة عايزة المباريات الكبيرة، لكن لما بيكون في دفع بعنصر جديد زي خالد جنب رامي ربيعة في وجود محمد هاني، كل الكلام دوت، وحمدي في نص الملعب برضو موجود، حمدي فتحي وموجود تريزيجيه وموجود زيزو، كل دي وقدام صلاح ومرموش وقدام أسامة فيصل، كل الناس بتتساءل طب هو مصطفى محمد مش موجود ليه؟ ما نزلش ليه؟ ما نزلش ليه؟ لكن هنا وجهات النظر خاصة بالمدير الفني. ان انا دايما لما ببص على المدارس اللي موجودة. انا عندي فرقة اثيوبيا مش اجسام، ما عندهمش البنيان القوي جدا، عندهم سرعات على الارض، كرة قليلة جدا على فكرة، بيلعبوا بطريقة دفاعية، عندهم تحولات متوسطة مش قوية. فهنا ممكن استعين بأسامة، انه أسامة متحرك كتير جدا، وابقى شايل مصطفى محمد للمباراة الأقوى اللي هي يوم الثلاث، ان انا ادفع مصطفى محمد يقدر يتعامل مع البنيان القوي في بوركينا فاسو. هتلاقي هنا خط الدفاع في اثيوبيا مختلف تماما عن خط الدفاع او التعامل في الاحتكاكات القويه في البنيان القوي. مصطفى يقدر يتعامل خارج الارض اكتر من اسامه فيصل. وممكن نلاقي وجهات نظر تانية، استمرار التشكيله الثابته مع بعض التعديلات في ايه؟ اللعب داخل الارض مختلف عن اللعب خارج الارض. طبعا داخل الارض بيبقى عندي بزود من عناصر الهجوميه اكتر عشان اقدر اسجل واقدر اطمئن للفوز بتاعي على ملعبي، وبستعين بالمسانده الجماهيريه وكل كده. لما اطلع خارج الارض انا في وسط فريق قوي جدا بينافسني، عنده جمهور على فكره شرس جدا وقوي جدا، فاقدر اعمل عمليه التعديل عشان ما يروحش مني الاساس المباراه نفسه هو وسط ملعب كل فريق. فاقدر اعمل التعديل في ان يبقى حمدي فتحي يبقى جنبيه حد من مهند لاشين، مروان سافر
مع المنتخب في السفريه دي، رغم ان هو ما بيشاركش بقاله فتره، في موجود دونجا، اقدر العب باثنين محاور ارتكاز، في يعني 2 تعديلات. 6 واقدر استعين ممكن ممكن تريزيجيه يقعد، ممكن زيزو يقعد، ويبقى مرموش موجود، ويبقى موجود صلاح، ويبقى موجود قدام مصطفى محمد او اسامه فيصل. هو ده التعديل اللي يتم في نص الملعب. بدل ما كنت بلعب بستة واثنين 8 اللي هو تريزيجيه وزيزو، لا اقدر اعدل بقى، العب باثنين 6 عشان اقدر احافظ على وسط ملعبي اللي هي الستاره الدفاعيه في نص الملعب. اقدر ان انا احاول ان انا اعمل حائط صد قوي للشراسه الهجوميه اللي هتبقى عندي بوركينا فاسو. دي الافكار اللي هتبقى عنده حسام حسن. تتوقع نتيجه المباراه هتكون كام مع بوركينا؟ لا بوركينا فاسو انا اتمنى طبعا فوز المنتخب المصري. في نفس الوقت اللعب في هذه المباراه لازم يبقى عندي القدره، عناصر خبره تبقى موجوده بشكل كبير، لان خارج الارض مباراه حساسه جدا. لان الفوز لبوركينا فاسو هيدخل نفسنا، هيبقى يقرب، يبقى الفرق بونتين، نخش في حسابات. يعني هنخش في حسابات، هيبقى قدامنا مباراتين، جولتين كمان، لازم ناخد ال6 بونت فيهم، فهتبقى احنا مضغوطين. احنا مش عايزين نوصل لدوت، احنا عايزين نحسم المباراه في بوركينا فاسو بالفوز، او على اقل تقدير بالتعادل. بس لازم الكابتن حسام حسن يروح يلعب هناك يلعب بتوازن ويلعب على الفوز. لان لو فكرت انا كمدرب بلعب خارج الملعب وبلعب بطريقه دفاعيه بنسبه 60 70%، انا عايزاك بقى تحط لي التشكيل. لو حضرتك في نفس مكان العميد هتحط التشكيل ازاي؟ هيلعب الشناوي حارس مرمى، وهيلعب محمد هاني باك رايت، هيلعب رامي ربيعه، وممكن ادخل حسام عبد المجيد. اللي ادخل حسام لانه حسام برضه عنصر الطول، ورامي ربيعه ما نزلش المباراه اللي فاتت. يقدر حسام يقدر يتعامل برضه مع الاجسام القويه او الالعاب الهوا الكبيره جدا. يعني هو كان محتاج خالد صبحي في المباراه بتاعت اثيوبيا دي، اللعب على الارض والتحضير وكل الكلام ده، لكن خارج الارض محتاج التعامل لان هيبقى داخل ال 18 عندنا هتبقى في صراعات قويه جدا، في صراعات في الاحتكاك والعاب الهوا، فمحتاج حسام عنصر الطول، رامي ربيعه يبقى موجود بشكل كويس، الرباعي دوت مع حمدي باك ليفت. نص الملعب العب باثنين محاور، ادخل دونجا في نص الملعب يبقى موجود مع حمدي فتحي، اثنين يبقوا 6 يعملوا ستاره دفاعيه قويه جدا، او مهند لاشين. مش هتبعد العمليه، تبقى حمدي مع مهند مع دونجا، 2 من ال3 يبقوا موجودين، وفوق هيبقى واحد من تريزيجيه او زيزو هو اللي يبقى موجود، العنصر المتحرك 8 دوت تحت راس الحرب، اللي هو ممكن يبقى مصطفى محمد، وناحيه اليمين هيبقى محمد صلاح، وناحيه الشمال هيبقى مرموش. دي التشكيله اللي انت تقدري فيها عامله فيها توازن، وفي نفس الوقت تقدري تخطفي في اي وقت، وفي نفس الوقت عندك تامين دفاعي. التامين الدفاعي ده مهم جدا في المباريات الخارجيه. يبقى انت عندك موانع لا تقل عن 5 أو 6 لعيبه، انت بتدي امان بشكل كبير، عشان اقدر حتى يبقى في عندي 4 أو 5 يقدروا يعملوا تحولات هجوميه، يبقى في خطوره في الثلث الهجومي عند فريق بوركينا فاسو. طبعا بنتمنى لهم طبعا التوفيق في المباراه القادمه. ندخل بقى على منتخب مصر الثاني مع كابتن حلمي طولان. شايف اختياراته ايه؟ ويقال على الساحه الرياضيه ان اختياراته كمان افضل من اختيارات المنتخب الاول. انا ما بحبش اخش في ما فيش حد في التدريب. المدربين كل واحد بيشوف نفسه ان هو افضل من اي حد عن قناعات داخليه. لكن المدرب نفسه بيبقى عنده اوقات بيبقى فيه تعثر، اوقات بيبقى عنده سقوط في نتائج، اوقات بيبقى مش موفق خالص، واوقات بتبقى الدنيا ماشيه بشكل كويس مع اجتهاده بشكل كبير في التدريب. والتدريب مع مرور بخبرات كتيره واحتكاك كتير بيثقل المدرب بشكل كبير. كابتن حلمي طولان واحد من المدربين المخضرمين. يعني لما بنقول ان كابتن حلمي دلوقتي ماسك منتخب المحليين، العناصر اللي موجوده ليه كابتن حسام ما اختارش العناصر دي؟ لان هو شايف انه اختار عناصر معينه بتنفذ له الفكر بتاعه والتكتيك بتاعه بشكل كبير. ليه النني مش موجود في المنتخب الاول؟ وجهه نظر. انا بحس ان النني
برضو عنده ميزه كويسه، ميزه واحده، الميزه بتاعه التسليم والتسلم ده هو بيجيد فيها بشكل جيد جدا، ما بيفقدش الكوره، يعني نسبه الفائد عنده بتبقى قليله جدا. لكن عنده برضو مشكله في النواحي الدفاعيه، السن لما بيكبر بيقل الجهد الكبير اللي كان بيعمله في وسط الملعب انه يقدر يدافع بشكل قوي جدا. فممكن حسام مش محتاج ده، لكن محتاج دونجا لسه عنده الباور والقوه يقدر يعملها، محتاج مروان عطيه عنده الباور والقوه يقدر يتحرك، مهند لاشين، دول يشتغلوا اكتر من النني. لكن هنا الكابتن حلمي طولان لما خد النني وخد السوليه سنهم فوق ال30، لكن عندهم التقل والخبره الكبيره بيحتاجها مع مباريات في البطوله العربيه، اللي انت عارفه البطوله العربيه كاس العرب بتبقى مباريات حساسه جدا، وبيبقى فيها شد وجذب كتير جدا، فكل اللي بيلعب مصر والمغرب وتونس كله ده بيبقى على الزعامه الافريقيه، خاصه شمال افريقيا. فهنا بيحتاج اللعيبه الثقيله اللي تقدر تسرع الريتم وتهدي الريتم وتقدر تتعامل مع المباريات الكبيره والحساسه والصعبه. عشان كده النني موجود، عمرو السوليه موجود، لقينا قفشه موجود وبيسجل وبنكسب تونس بهدف. قفشه يعني كله كان بيتمنى، لكن هو ممكن مع حسام حسن طريقه اللعب اللي انا بلعب فيها مش محتاج فيها قفشه بشكل كبير جدا، عشان كده ما كانش في اختيار منتخب. وعلى فكره النقطه دي هنفتكر قبل كده مع كيروش. كيروش ما استعنش بقفشه وما استعنش بشريف، محمد شريف. وفي الوقت ده كانوا هم مفتاح لعب ومفتاح فوز للنادي الاهلي بشكل قوي جدا. حتى الناس كلها رد فعلها انها اتصدمت من ان عدم اختيارهم للمنتخب. لكن في نفس الوقت لعيبه موجوده، لعيبه بتأدي بشكل جيد جدا، عناصر خبره مع الكابتن حلمي مختار عناصر مميزه جدا. في لعيب بيسلطوا الضوء عليه اسمه علي فوزي، باك رايت. ومهم جدا اللعيب دوت، عامل شغل كويس جدا على فكره مع مودرن، وشغال كويس جدا، وعامل 4 اسيست وجايب هدف وعامل شغل كويس جدا. كنت اتمنى ان اللعيب ده كان لعيب عندي في الالومنيوم لما كنت ماسك الالومنيوم 2016 2017. باك رايت عصري، يعني باك رايت يعني نموذجي فعلا بشكل كبير. كنت اتمنى انه يكون موجود مع الكابتن حلمي طولان، لكن ان الكلام عليه ده شيء كويس، يعني ممكن بعد كده يبقى في الصوره بعد كده بشكل كبير. لكن بشوف ان كابتن حسام التركيز الاقوى على ان احنا مباراه بوركينا فاسو ان احنا نجتازها. يعني لو ما كسبناش ما نخسرش المباراه، ده مهم جدا. حتى لو تعادل، يعني ما هو لو ما كسبناش ما نخسرش، وما نروحش نلعب على التعادل. لو لعبنا على التعادل هنخسر المباراه. نلعب على الفوز بشكل قوي جدا مع التأمين الدفاعي، وده التوازن اللي احنا بنقول عليه في المباراه، مع التعديل في التشكيله اللي انا قلتها، سواء التعديل هيبقى من نص الملعب وفي الدفاع حسام عبد المجيد مكان خالد صبحي، ممكن دونجا يخش على حساب واحد من زيزو او تريزيجيه يبقى جنب حمدي فتحي، وقدام ممكن يبدا بمصطفى محمد من البدايه، يبقى الثلاثي صلاح مهم جدا يبدا بمصطفى محمد. طبعا مش جايب محترف وحطه على دكه الاحتياطي، لعيب محترف نزله دقيقه حاجه و70. يعني هو في المباراه اللي فاتت، انت عارفه انت لما بتبقى فرق ال4 ايام ما بين المباراه والمباراه برضه بتدي الاحساس، حتى لو كنت انا لعيب بشارك، ده لعيب محترف طبعا، ففي نفس الوقت لازم تكون الاولويه ليه. لان انا دايما وجهه نظري وانا مدرب بقالي 23 سنه، وجهه نظري ان انا دايما عندي اولويه للمهاجم الاساسي. طبعا المهاجم الاساسي اللي هو المهاجم اللي هو رقم 1، وممكن اسامه فيصل جاي في الطريق، يعني يبقى رقم 2. ان كابتن حسام بيبدا باسامه، ممكن حاسس ان المباراه بتاعت اثيوبيا برغم ان احنا فوزنا بهدفين من ضربتين جزاء، بس كانت مباراه الى حد ما في المتناول، فممكن ابدا باسامه ان هو يبقى متحرك، يبقى مزعج شويه، يوسع لتريزيجيه والزيزو وصلاح لما بيخش في العمق، او مرموش بشكل كبير جدا. عكس مصطفى محمد في مباراه بوركينا فاسو احتاجه عشان كده اديته اخر 12 دقيقه، اديله حسيت المباراه، عشان لما ابدا في التشكيله بتاعت يوم الثلاث هو رجليه في الملعب. ايوه صح، مش مثلا لعبت باسامه فيصل للنهايه، لا ده انا اشركته عشان بنهي بيه، عشان لما ابدا بيه في مباراه بوركينا فاسو. هي هنا التنوع ده في التشكيل ما بين داخل الارض وخارج الارض، ده بيبقى ذكاء من المدرب، واتمنى انه حسام حسن يعمل كده.
لو اصروا حساب على نفس التشكيله هيبقى في خطا كبير في وجود خالد صبحي مع الضغط بتاع بوركينا فاسو. مش التعامل وقله الخبره ممكن يبقى فيه مشكله كبيره جدا، ويبقى الضغط على رامي ربيعه بشكل كبير جدا على دفاع مصر. نص الملعب لو لعب بحمدي فتحي، وما اعتقدش ان ده ممكن يعملوا ان حمدي فتحي لوحده ويبقى زيزو وتريزيجيه نفس التشكيله بتاعت اثيوبيا، الامور هتبقى صعبه جدا صعب. في وسط الملعب. خاصه ان تبلاتي توريه ده لعيب في نص الملعب في بوركينا فاسو من اللعيبه الممتازين جدا، الفوتبولر المهاريين اللي عنده رؤيه والتسليم والتسلم من وان تاتش، دي لعيب هايل جدا. فانت عايز ده يقابلك في نص الملعب برضه لعيبه حائط صد قوي، عندها انقضاض قوي في الاستخلاص الكوره، لازم هارد وورك كتير قوي في وسط الملعب، نكون جاهزين. بيكونوا جاهزين، بيبذلوا مجهود كبير. فدونجا ده يقدر يعملها، مهند لاشين يقدر يعملها جنب حمدي فتحي، يشيلوا بعض في نص الملعب. لكن 1-6 مباراه خارج الارض مع بوركينا فاسو والمنافس القوي ليا تبقى صعبه جدا. شفنا تراشقات اليومين اللي فاتوا بين جهازي المنتخبين، كابتن الحضري، كابتن حسام حسن، كابتن أحمد حسن، وبدون أي تدخل للمسؤولين. هل ده في الفترة دي يعني ينفع، ولا ده ممكن يأثر على نتائج المنتخب المصري؟ لا، ده ممكن يأثر على مبادئنا وأسامينا وتاريخنا، وبنسيء لبعض وبنجرح لبعض، وكأن هو ده اللي بقى سائد اللي بقى سائد دلوقتي. ان احنا بعد ما كان لعيب الكوره ده ونجم الكوره ده كان قدوه ومثل لكل الجماهير المصريه، هل دلوقتي والعربيه كله طبعا بالتاكيد انت بتشوفي ان ده نموذج في الاسلوب وفي الطريقه وفي التعامل، انت شفتيه في الملعب شخصيه قويه جدا، فلما بتشوفيه بتتمنى ان انت تقابليه وتشوفيه وتسلمي عليه وتتصوري معاه. مره واحده بتكتشفي الشخصيه الحقيقيه ديت كلها بيبقى عمليه سقوط مدوي يعني لكل النجوم. انا بتابع كل ده، كان بشوف حاجات لا يمكن ابدا ان انا اتصورها، وان الاقي نجم زي ده لازم النجم ده لازم يكون بتتحسب عليه الكلمه طبعا، والتصريحات بتكون في منتهى الخطوره، والتصريحات وخاصه لما تكوني مثلا انت بتمثلي مصر، واللعيبه دي كلها على فكره مثلت مصر كلعيبه، لكن مش بالضروره كمان وانا مسؤول ابقى ناجح برضو زي ما كنت لاعب. لان المسؤوليه وانت اداري، او مسؤوليه وانت مدرب وانت مدير فني وانت مسؤول، مش سهله. عايزه قياده وعايزه شخصيه وعايزه اسلوب في التعامل بشكل كبير جدا، وتدخل في التوقيتات المناسبه. يعني لكن اللي انا شايفه ده مش وقت اللي شايفه ده عباره عن مهزله وتهريج. المفروض ان يبقى فيه تدخل من المسؤولين الكبار جدا في ان الامور دي لازم تتحط فيها النقط على الحروف بالنسبه للمسؤولين دول، لان دول ما بقوش لسه مش لعيبه، انتوا خلاص انتوا بطلتوا، بقيتوا دلوقتي بتشتغلوا في اجهزه فنيه وبتمثلوا مصر بشكل كبير. فكل واحد يبقى في الاطار بتاعه، لان اي حد هيتجاوز لازم يبقى فيه تحقيق ويبقى فيه استبعاد ومحاسبه زي ما بتقول يا استاذ. بايدك جدا يبقى فيه محاسبه في ده. لكن العمليه تبقى متسابه كده، متسابه، كل واحد بيقول اللي هو عايزه وكل واحد بيبرر اللي هو عايزه. الكلام ده مش كويس، وبيدخلنا لنفق مظلم، صراعات اخرى وامور تانية خالص بعيد عن الطريق الايجابي او الطريق اللي احنا عايزين نوصله، والاهداف اللي احنا محددينها لينا، ان مصر دايما تبقى في الرياده دايما بشكل كبير. طبعا. حضرتك كان ليك تصريح قبل كده بخصوص سكواد الاهلي، لما قلت ان هو في الترتيب الثالث بعد الزمالك وبيراميدز. كنت حابب تقول توضيح فيه. انا بشكرك والله، ده انت جبتي حاجه انا كنت هرد فيها، لكن كويس ان انت سالتيني السؤال دوت وفرصه ان انا اجاوب. انا راجل بقالي 23 سنه مدرب، ولما بتكلم من خلال خبراتي كمدرب في احتكاكي في ناس على فكره ممكن حاليا موجوده في السوشيال ميديا او موجوده في البرامج وبتحلل، كله بيحلل كوره، لكن في ناس ما مارستش، يعني في ناس ما دخلتش اوضه اللبس ولا وقفت في المنطقه الفنيه ولا ادارت مباريات باستراتيجيات كتيره قوي خلال المباراه دي بتبقى فيها احداث كتيره جدا، فانت بتتعاملي معاها مع ضغوط نفسيه وضغوط عصبيه، وتقدري تتعاملي جوه اوضه اللبس وازاي تعرفي تعملي اتزان وتعملي توازن وتدخلات ليكي بشكل كبير جدا. فده اللي بيعمل الخبره وبيسقي الواحد. لكن كله بيتكلم في امور خاصه بامور في شخصيه
وامور خاصه في الدفاع عن، وانا لا املك ان انا يبقى عندي الاجابات من خلال خبرات. يعني انا بشوف ان كل واحد في الحته بتاعته هيجيد فيها قوي، لكن في ناس بقت تخش في حتت تانية، لان انا بحس ان بقت الكوره دلوقتي اي حد بيتكلم فيها، واي حد بيحلل، واي حد بيتكلم في الكوره، ودي بقت مشكله كبيره. وبقوا اللي مارسوا كوره بقوا في اخر الطابور. اللي انا عايز اقوله ان انا لما اتكلمت في الجزئيه دي، وقتها كان كولر هو اللي كان المدير الفني للنادي الاهلي، والنتائج كانت سلبيه جدا على فكره. وكان في علي معلول كان مصاب، وده من ابرز لعيبه النادي الاهلي، من نجوم النادي الاهلي، ومحمد عبد المنعم كان احترف، ودول اتنين تقال جدا في خط دفاع النادي الاهلي. بعد كده حصل اهتزاز لدفاع النادي الاهلي بشكل كبير جدا. نص الملعب كمان يعني كان في مشاكل، وكان في مشاكل مع حسين الشحات كمان وقفشه، ما كانوش بيشاركوا. فالامور في النادي الاهلي انا اتكلمت على السكواد، ما اتكلمتش على ترتيب النادي الاهلي. اللي خدوا بقى ده، اللي خدوا كلامي حرفوه حتى في قناه النادي الاهلي، وبالاسم كمان الاستاذ ابراهيم المنيسي والمهندس عادل القيم، وبالاخص الاستاذ ابراهيم المنيسي. يا استاذ ابراهيم، وانا ببعت له رساله، يا استاذ ابراهيم انت صديق، وانت عارف ان في صداقه وزماله من زمان قوي، من ايام ما انا كنت لاعب وانت كنت لسه صحفي مبتدئ، بتجتهد وبتكبر بشكل كبير جدا. لما اجي اتكلم انا ببقى محدد كلامي، وانت قلت جملتين وانا بقول لك اهو على الهوا، وبنقل لك الكلامي على الهوا. انت قلت اصل الكابتن عصام بيبحث او بيدور على منصب في نادي الزمالك. انا مش محتاج لمنصب يا استاذ ابراهيم، انا اشتغلت في نادي الزمالك 4 مرات، واقولهم لك كمان سنه 2001 و2006 و2017 و2021. نادي الزمالك هو اللي طلبني، مش انا اللي سعيت لي دوت، وده شرف ليا كمان انا ابقى موجود في نادي الزمالك. فانا مش محتاج ده. او الكابتن عصام كان ممكن يعني ما كانش واعي، لا واعي قوي يا استاذ ابراهيم، لان انا لما بتكلم انا بتكلم الاستاذ ابراهيم المنيسي، ده برنامج ملك وكتابه. انا لما بتكلم كنت بتكلم في امور فنيه، معلش. وساعتها ما كانش كل الصفقات دي موجوده كمان كان داخل لسه النادي الاهلي. دلوقتي كلامي يختلف ليه؟ لان الاهلي بدا بعد كده يبتدي يجيب في صفقات متميزه، بدايه بقى من اشرف بن شرقي، وبعد كده بيخش ضياء امام، وبعد كده اشرف بن شرقي، وبعدين زيزو وتريزيجيه. بدات الدنيا تختلف بشكل كبير جدا لما كانوا كسكواد بقى الدنيا اختلف، بالرغم ان في نواقص برضو موجوده في النادي الاهلي. يعني هو عنده، بالرغم السكواد الترتيب بتاعه تقريبا دلوقتي 13. هو ترتيبه 13 النادي الاهلي، بس انا دايما ما ببصش للنادي الاهلي في ترتيبه خالص، ولا لنادي الزمالك، كل الاحترام لبقيه الانديه، لكن ترتيبهم ده بيتغير مع الاستمراريه في الدوري بشكل كبير جدا. على فكره انا بعد مباراه المحله انا بنزل بوست ليا وكتبت عماد النحاس. كان لازم استمرار. انا من نفسي كتبت انا شايف ان الاهلي اخطا لما مشاه وقت كاس العالم. بشوف ان هو كان عنده فكره، وعنده فكره بان يجيب مدرب مثلا خبره. دايما عقده الخواجه برضه بتفضل موجوده عندنا. الانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك بيبقى عندهم تخمه من النجوم، بيبقوا عايزين المدرب الاجنبي اللي يقدر يسيطر، واللعيب نفسه دايما المدرب الاجنبي. ما الزمالك حقق كاس مصر مع كابتن ايمن الرمادي. بالتاكيد ده شيء رائع. وبعدين انت بتذكري لي كابتن ايمن الرمادي، عايز له برضه حلقه ان احنا نتكلم على هذه الشخصيه الجميله جدا. طبعا جدا طبعا جدا. انسان مثقف جدا، انسان مدرب هايل ومؤدب ومحترم جدا، وانا بحييه. وساند الزمالك في توقيت يعني كان قصير، وانطلب منه ان هو يجي بس وقت التجهيز لمباراه الكاس اللي غيره رفض ان هو يكون موجود، وكان عايز يبقى موجود 1.5 سنة او 2 ورفض. وهو دلوقتي سبحان الله اخذ مكانه. بيبقى شرف للمدرب ان هو يطلب يمسك نادي الزمالك، حتى لو هو موجود مستقر في مكان. لكن هو قالها الكابتن ايمن الرمادي. شوفي عندنا في نادي الزمالك او في النادي الاهلي فيهم ولاد النادي كتير قوي، ومدربين متميزين جدا جدا يقدروا يقودوا. بس في التوقيت ده عرضوا على كابتن طارق مصطفى وهو رفض، وكابتن ايمن الرمادي هو وافق، ودلوقتي تم اختياره مكان كابتن طارق مصطفى. ما هي دي بقى الصدفه، يعني التوفيق وعدم التوفيق. اشوف ان طارق
مصطفى من افضل واحسن مدربين اللي موجودين في الدوري المصري على فكره. والسنه اللي فاتت هو كان الحصان الاسود فعلا في النتائج وفي الاداء قدام الفرق الكبيره. ادى افضليه وادى قيمه للبنك الاهلي بشكل كبير جدا مع الاداره الواعيه بالنسبه للبنك الاهلي. وارد جدا ان انا ممكن اكون في السنه اللي بعديها المفروض ابقى افضل واعلى، لكن ممكن الدنيا ما تمشيش معايا. كان عندي وجهه نظر بس ممكن التوفيق مش ماشي معايا. حتى كمان هو كمان طارق كمان حتى في البيان اللي نزله كمان شكر كل مجلس اداره وشكر اللعيبه والجهاز الفني كل الناس، لانه اعتقد انه قضى فتره من افضل فتراته. لكن المدرب وارد جدا انه يبقى في مكان يبقى موفق وفي مكان تاني ما يبقاش موفق. لكن كابتن ايمن رمادي متواجد في البنك الاهلي، انا شايف ان هو هيمشي معاه بشكل جيد جدا، لان هو مدرب منظم جدا محترم جدا، بيتعامل مع اي فريق بيمسكه بيتطور معاه بشكل جيد جدا. لكن بحييه لانه هو قال كلمتين ودول يعني بيهزوا الواحد شويه، خاصه نادي الزمالك يا استاذ شريف لما قال شرف ليا ولولادي والاحفادي ان انا توليت الاداره الفنيه لنادي الزمالك. ده التاريخ هيذكر ده. وكمان يا كابتن ايمن التاريخ كمان هيذكر ان جه واحد من المدربين المتميزين وتولى الاداره الفنيه لنادي الزمالك في وقت صعب جدا واحرز بطوله كاس مصر. عايزين بقى نتكلم عن تجربه جون ادوارد. شوفي تجربه جون ادوارد باختصار تجربه انا بشوفها تجربه، مش هقول انها تجربه واو او قويه جدا، لكن تجربه جيده. تجربه جيده في ظروف صعبه جدا عند نادي الزمالك. الظروف والملفات اللي موجوده يا استاذ شيرين عند نادي الزمالك وانت تعلمي ده بشكل جيدا. في المطبخ عارفه القصه دي كويسه قوي. الامور صعبه جدا 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 في ان انت تقدري تجيبي صفقات تضاهي الصفقات مثلا في النادي الاهلي او بيراميدز، مش هتبقي زيهم. لكن هو قدر ان هو في وقت قليل ان يبقى في مدرب موجود صغير في السن، بغض النظر عن المستوى الفني ليه لسه مش هنتكلم عن المستوى الفني، يعني ما نقدرش نقول راينا في ايه دلوقتي او نجدد الثقه فيه، ما نقولش. هيبان في نتائج نادي الزمالك وبعد كده في ادائه وبعد كده في ترتيبه. في وقت معين لازم تدخل، يا اما ان انا بحاول اوصل المدير الفني ان انت هنا في نادي الزمالك الوضع كده مش تمام، يا اما بيبقى في استبعاد ويبقى في حد بديل يخش. احنا دلوقتي في فتره توقف وعندنا مباراه المصري الاسبوع القادم يوم السبت. الرجوع خلاص احنا عدينا المرحله بتاعه جس النبض، وان احنا لسه بنكتشف اللعيبه وبنشوف مستوى اللعيبه الجديده، واللعيب ده كويس واللعيب ده وحش. لكن لحد هذه اللحظه في لعيب واحد بس هو اللي ظهر بشكل كبير جدا، وهو عامل حاله كويسه عند الجمهور الزملكاوي وجمهور مصري كمان، اللي هو خوان الفينا. انا مش عاجبني بزيره دي خالص، لكن انا هقول خوان الفينا. هي خوان الفينا هي ماشيه معاه بشكل، هو الوحيد اللي بنسبه كبيره عوض المكان اللي هو الجناح اليمين ده بشكل كبير. خصوصا المكان ده كان فيه 2 لعيبه جامدين قوي يعني بيلعب فيه طبعا شيكابالا اعتزل طبعا، وفي نفس الوقت زيزو اللي كان في المكان ده ناحيه الرايت، فهو جه حل المشكله دي في مباراتين 3 وبدأ بعد كده في كل مباراة. لكن في نقطة مهمة، أنا يعني لابد اللعيبة المهارية دول لابد إن يبقى فيه لعيبة في وسط الملعب بتحاول تشغله. ما أنا كنت لسه أقول لك مين ال3 لعيبة الأنسب لخط الوسط لنادي الزمالك في الفترة القادمة؟ عندك في نص الملعب لازم شحاتة يكون موجود بشكل كبير جدا. دخل حمدي كمان، وأنا شايف إن الموضوع هيبقى يعني شحاتة موجود ودونجا. انا مش حابب خالص ان يبقى شحاتة ودونجا في كل المباريات. يعني انا كده بحاول ان انا شحاتة ودونجا دول انت بتفقدي كمان قوتك الهجوميه بان انت تزودي لعيب في النواحي الهجوميه. لابد ان انا العب بواحد بدونجا او شحاتة ويبقى جنبيه لعيب 8، ممكن احمد حمدي او ممكن عبد الله السعيد. تمام، ده كويس. وفوقيهم ناصر ماهر، وابتدي العب اخوان الفينا، وابتدي كمان شيكو بانزا كمان لازم محتاج قرصه ودن جديده. وانا شايف من المباراتين اللي فاتوا ان راس الحربه الموجود في نادي الزمالك اللي هو اللاعب الفلسطيني اللي موجود في نادي الزمالك عدي الدباغ، انا مش حاسه مهاجم. لا انا مش حاسه مهاجم.
يعني الشمال متحرك، مش حاسه مهاجم، لسه حاسه كتير. انه نص ملعب ناحيه اليمين، جناح ناحيه الشمال، ناحيه اليمين. لكن المهاجم ده بيبقى ليه مواصفات معينه، بيبقى لعيب هجام او لعيب بيجيد الالعاب الهواء، لعيب بيبقى من نص فرصه بيخطف كل الحاجات دي. لكن انا مش حاسه بيخرج بره 18 لسه مش لازم يعيش حاسه. في ال 18 كتير. فبشوف ان لازم عمرو ناصر ده عايزين نشوفه يبقى موجود بشكل كبير جدا. شايفه مناسب انه يبقى موجود. موضوع الجزيري، يا اما المشكله بتاعت الجزيري تتحل يا لازم اما تتحل. يمشي صح. عشان نخلص من الفيلم صح. ده. صح. لان احنا مش هنقعد في أتفق الدوشه معك. دي كتير. يعني ايه، انا ما بحبش المط في الامور. يعني انا ده يبقى في مشكله الجزيري وانه يبقى قاعد، لا لابد ان انا احسم الملف بتاع مشكلة الجزيري ده الجزيرة. بشكل كبير. وصلنا لاخر فقره يعني معانا كده سريعا دقيقتين. من الافضل، اشرف قاسم، ابراهيم يوسف؟ صعب قوي، انت جبت لي سريعا عشان احنا سريعا. دقيقتين. شوفي اختيار. انا هتكلم يعني طبعا الاثنين من افضل اللعيبه اللي جم في البوزيشن احنا ده. هنختار. هختار طبعا عشان بالادميه والكابتنه، فاختار الغزال ابراهيم يوسف. هشام يكن، نبيل محمود؟ برضو الاثنين جامدين قوي، لكن هختار هشام يكن. حسين عبد اللطيف، ابراهيم حسن؟ طبعا حسين وابراهيم. ابراهيم حسن يعني واحد من افضل الباكات رايت في افريقيا. هختار حسين عبد اللطيف. حسين عبد اللطيف. احمد رمزي، عبد الشافي؟ برضو اثنين جامدين، اختار احمد رمزي. ابو تريكه، حازم امام؟ الاثنين مش من افضل اللعيبه اللي جت، المهاريين وصناع اللعب. اختار حازم امام. جوهري وحسن شحاته كلاعب؟ برضو اثنين مدربين كبار قوي قوي قوي. لكن طبعا ببعت رساله طبعا للكابتن حسن شحاته، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. اختار الكابتن حسن شحاته. كمدربين بقى، الخطيب وحسن شحاته؟ المدربين مين الافضل؟ الخطيب مش مدرب خالص. اللعيبه سوري. اللعيبه لا، اللي بصي الخطيب في الكوره شفنا حاجات جديده في الكوره احنا ما شفناهاش في واحنا لما طلعنا. يعني الخطيب بيبقى هو الخطيب، الحاجه الجماليات والكره الحلوه والمتعه وكل جماله. الكابتن حسن شحاته اللي هو اللعيب الكامل المتكامل. فانا اختار الكابتن حسن شحاته. سعدت بلقائك اليوم. وصلنا لنهايه حلقتنا. شكرا كابتن مصر وكابتن نادي المقاولون العرب ونادي الزمالك الاسبق كابتن عصام. شكرا لك. اشكرك يا شيرين. وصلنا لنهايه حلقتنا. القاكم على خير.